السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه تاويل الحداقه مع ادم. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم الطريقه ديالي كيفاش كنظف الزربيات ديالي بلا ما نحيدهم بلاصتهم، بلا ما نفسقهم بزاف. يعني كنظفهم تنظيف مزيان وعميق، ولكن بلا ما كنفسقوهم وبلا ما كنحيدوهم بلاصتهم. ملي كتشوفوا غنطبقوا على هاد الزربيه هذه صغيره، واخا هي ماشي مسخه بزاف ولكن نطبقوا عليها وغتشوفوا الفرق. نتوما تلاحظوا ان فيها شويه ديال هذا ديال الغبار. غادي ناخذ طاسه فيها الماء، طويسه تكون صغيره فيها شويه ديال الماء، وغادي ناخذ مسحوق ديال الغسيل اللي كنغسلوا به الاواني ديالنا، وغادي نديروا واحد الكميه تكون شويه وفيره، وغنشد هذا الماء هذا وغنرغويه مزيان، غنرغويه حتى كطلع لي الرغوه مزيان. كما كتشوفوا حنا طلعنا الرغوه مزيان، وغنشدوا هاد الرغوه هادي وغادي نديروها على الزربيه. غير الرغوه، كنديروش الماء، غير الرغوه نديروها هكا من الفوق هكا. تنديروا الرغوه مزيان بحال هكذا. صافي ملي كتعمروها بالرغوه بحال هكذا، عندنا جوج انواع ديال الشطاطب اللي نقدروا نستعملوهم في هاد العمليه. عندنا هاد الشطابه هذه كتكون كبيره، اذا كانت الزربيه كبيره طبعا غتستعملوا هاد الشطابه هذه كتكون حرشه، اولا هذه صغيره اللي كنصبنوا بها. انا حيت هذه عندي صغيره غنستعمل هذه، وغتبقاو تحكوا بحال كتحكوهم بحال كتغسلوهم. اذا خصاتكم الرغوه تزيدوها عاوتاني، ديروا غير الرغوه ما ديروش الماء. بحال هكا كما شفتوا. هانتوما شوفوا الفرق واضح. هانتوما كتبقاو تحكوها بحال كتحكوا تصبنوها، ولكن غير بالرغوه كما قلت لكم. هانتوما كتحكوا مزيان، خاصتكم بانت لكم باقا مثلا خاصها تحك، نزيدوا الرغوه، نزيدوا الرغوه ونبقاو نحكوا حتى كتبان لينا بانها تنظفات مزيان. شفتوا الفرق واضح ما بين الاول ودابا. صافي ملي كتحكوا كتوصلوا لدرجه النقاوه اللي بغيتو نتوما، كتاخذوا واحد الشيفون اولا شي طرف ديال الثوب يكون كيشرب الماء اولا كيشرب بالنبدا، او ميم طون يكون قديم، يعني شي حاجه قديمه، شي فوطه قديمه، شي حاجه اللي ما كتستعملوهاش في هذا، كتخبيوها غير للزرب بحال هكا، وكتبقاو تحطوه وتطبطبوا بحال هكا بيديكم حتى كيتحيد هذاك الندى. الا بقات لنا شي حاجه ديال الندى فوق الزربيه كيشربها هذاك الثوب،
كتضربوا بحال هكا حتى كيتشرب هذاك الندا كامل ديال الماء ديال الرغوه. اصلا حنا ما درناش الماء، غادي غير الرغوه نحيدو اي ندا بقى ونحيدوه بحال هكا صافي. تعاودوا تشطبوها صافي. ملي كتعاودوا تشطبوها بعد ما نشفتوها من الندا، شوفوا الفرق واضح. انا غادي نحط وحده هذه اللي صبنت ونحط الاخرى اللي ما مصبناش، وتشوفوا الفرق ما بيناتهم واضح بزاف. هانتوما شوفوا الفرق، هذه ما صبناش هي، وهذه اللي صوبنا دابا اللي صبناها. شوفوا الفرق كي داير، بحال الا صبنتوها حيدتوها من بلاصتها وصبنتوها تماما كتخرج مزيانه الا تبعتوا الطريقه اللي وريت لكم. المكونات بسيطه، ما تقويش عليكم قوه المكونات. بمكون الماء والصابون باش كتغسلوا المعينات ديالكم هما اللي غتستخدموا، وداك الزيت اللي قلت لكم باش تنشفوا الندا ديالها وتحلوا ليها الشراجم باش كتهوى مزيان وتنشف. حلوا الشراجم مزيان وخليوها تهوى على خاطرها وصافي. وما كتكون كاع فزقات كاع، لان كنستعملوا غير الرغوه ما كنستعملوش الماء نهائيا. وكما كتشوفوا النتيجه واضحه والفرق واضح ما بين هذه اللي مصبن دابا ها هي، وهذه اللي ديجا باقي ما صوبتهاش، باقي ما صبنتهاش. انا غنصبن حتى هي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا من الطريقه ديالي اللي كنصبن بها الزربيه ديالي. كندير هذه العمليه كل شهر كندير هذه العمليه. ملي كنشوفها شويه بدات كتغبر وكتشهب كندير لها بحال هكا. اما الا بغينا نصبنوها كل شهر فغتولي حالتها ما تكملش عندنا حتى 6 شهور. المهم الزربيه ما يمكنناش نصبنوها كل شهر، فكندير هذه العمليه هذه باش كتنقى مزيان الالوان ديالها كينصاعوا وصافي. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديالي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ولايك الفيديو اذا عجبكم طبعا. والسلام عليكم، تهلاو في راسكم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. باي باي.